السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. حكايتنا اليوم هي عقلاموش. وقبل ما نبداو الحكايه، ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم باش تشجعوني على المزيد ان شاء الله. هذه هي فرصتكم باش تخليو ليا لايك، وما تنساوش واحد الكومونتير زوين بحالكم، واللي ما مشتركش يشترك في القناه باش يوصلوا الجديد. ونبداو. كان حتى كان، حتى كان الله في كل مكان، حتى كان الحبق والسوسان في حجرنا بين العدنان، حتى كان في قديم الزمان العمى يخيط الكتان، والزحاف ينقز الصوار والحيطان، أما البكم يا سيادي يضيع الخبر في كل مكان. حكايتنا كتبدا في بلاد بعيدة ما عندها عنوان. عاشت عائلة هانية مهنية، الراجل صياد كيطرد رزقو في الغابة، ومراته طيبة وكريمة معاونة على الزمان، ورزقهم الله بولد وبنت كيكبروا تحت جناحهم. كانت عيشتهم بسيطة. كل يوم الصياد كيخرج للغابة ومراته كتقوم بشغل الدار، وتقابل الولاد اللي كيكبروا قدام والديهم. وفي يوم من الأيام الأم مرضات وشدت الفراش، ما نفعو معاها عشوب. غير أيام قليلة ماتت، والحزن والنكد زار الدار وعشش فيها. مشات أيام وجات أيام سيادي. الصياد فكر يتزوج مرة جديدة تعمر عليه حياته وتعاونوا على الزمان، وتكون أم الولاد تحن عليهم وتكبرهم. لكن المسكين ما عرف يختار. المرة اللي تزوج كانت كتقلب غير على الفرصة باش تهنى من الولاد. وفي يوم رجع الصياد من الغابة من بعد يوم طويل، وفي يدو 4 طيور حجل، وقال لمراتو الغابة وحشها قل. سمعت كلامو كتمات على ما كيدور في بالها. من داك اليوم الصياد كيرجع لدارو من بعد يوم صعيب وطويل، ومعاه 4 ديال الطيور. هو اللي في العادة كان كيرجع لدارو ومعاه اللي كيكفيهم نهارهم، واللي زاد عليهم كيبيعوه في السوق. المرايا الحباب، هذه هي فرصتها باش تهنى من الولاد. كانت كل يوم كتكلم غير على رزقهم اللي قل وما بقاش كافيهم، وكتحاول تقنع راجلها باش يتهنى من الولاد باش يخففوا جناحه. وفي واحد اليوم رجع الصياد وفي يدو 2 طيور. مراتو قالت ليه: ها انت وصلتي على كلامي، 4 ديال الطيور يلاه كانوا كافييننا، اما دابا 2 شنو نديرو بيهم؟ وفي ديك الليلة المظلامة المرا قنعات راجلها ياخد الولاد للغابة ويخليهم. ولد الصياد سمع الحديث اللي دار بينهم. صباح الصباح والصياد فاق، فيق وليداتو ياخدهم معاه، وقال ليهم: فيقوا تمشيو معايا للغابة تلعبوا شوية. قبل ما يخرجوا من الدار ولد الصياد خدا معاه حفنة ديال التمر. الطريق كلها هو كياكل التمر ويرمي العظم باش يرشم طريق الرجوع. منين وصلوا للغابة الصياد قال لولادو: بقاو هنا تلعبوا حتى نسالي ورجع ليكم. مشى الصياد وخلاهم كيلعبوا في الغابة. من بعد يوم طويل راحت الشمس والظلام بدا كينزل. الخوف تسلل لقلوب الدراري. البنت المسكينة دموعها غلبوها، لكن خوها كان في جنبها وقال ليها: ما تخافيش، انا عارف كيفاش نرجعوا للدار. قبضها من يديها وتحت القمرة المضوية شدوا الطريق لدارهم، وهما تابعين عظام التمر حتى وصلوا. لكن ما دخلوا، جلسوا مور الباب كيتصنتوا. الصياد بعد ما مراتو حطات العشاء كان ندمان على ولادو ومراتو كتواسيه، وقال ليها: زربنا وسمحنا في الولاد، اليوم كان رزق كتير. ردات عليه وهي كاتمه ما في قلبها غير الظروف اللي صعيبه. اما انا ما سخيتش بيهم، وجلسوا بجوج كيبكيو. بعد ما سمعوا الولاد كلامهم وحسوا بندامتهم حلوا الباب ودخلوا كيجريو عندهم. الصياد فرح بوليداتو اللي رجعوا، وتجمعوا على طابلة العشاء كاملين. بعد العشاء نعسوا الولاد مرتاحين. اما مرات الصياد لامتو: عهدي بك خليتيهم في الغابة وانت غير تتحايل عليا وما درتيش بكلامي. حاول الصياد يقنعها انه فعلا خلاهم في الغابة وما عرفش كيفاش قدروا يرجعوا بوحدهم، لكن قاصحة القلب ما تاقتش بكلامه، وقالت ليه: الا كنتي صادق خذهم معاك للغابة غدا وخليهم. وهذا الشي اللي كان. الصياد دار بكلامها، غير صبح الحال خدا ولادو للغابة وخلاهم مرة أخرى. بعد ما راحت الشمس حاولوا يرجعوا للدار، لكن هاد المرة رشموا الطريق بالخبز والطيور كلاوه، وبقاو تالفين ما عرفوا فين يصدوا. والخوف غلب عليهم خلاهم غير هربانين كيجريو حتى لقاو واحد الغار
دخلوا يتستروا فيه من الظلام ووحوش الغابة، وكانت ليلتهم الأولى برا دارهم. طلعت شمس الصباح ونورات الغابة، وضوها نور الغار وفتح الباب اللي كان مستور وسطو. الولاد قصدوه وحلوه ودخلوا، لقاو دار كبيرة محفورة في الجبل. فرحوا بيها، واللي زاد فرحتهم كتر الخزين اللي كان فيها عامر بخيرات مولانا. كلاو حتى شبعوا ونعسوا يرتاحوا. بعد ما راحت الشمس ونزل الظلام، الولاد سمعوا الباب كيتحل وخطاوي كبار داخلين الدار. بالخلعة تفرقوا كيجريو ويتخباو. داك النهار شافوا اللي ما كان ليهم في البال. قط كبير في يدو خيرات مولانا وقف وسط الدار وبدا كيشم وقال: ريحة الغاشي هادي. قلب حتى عيا ما لقى والو. القط يا سيادي كان شوفو قليل، قصد الخزين وخبى ما جاب معاه، وبدا كيتفقد ويحسب حاجة بحاجة وهو فرحان بموتو. حتى كمل لقاها ناقصة، ورجع كيحسب مرة أخرى. وقف وسط الخزين وقال: إلا عقلي ينفعني هاد الشي ناقص. ومشى وجد عشاه كلا ونعس وهو كيفكر: واش الخزين فعلا ناقص؟ واش الريحة اللي شم ديال الغاشي ولا غير غلط؟ بعد ما صبح الصباح القط فاق وخرج من الدار، وكانت هذه هي عادته. كل صباح كيخرج وكيرجع بعد ما كتروح الشمس وينزل الظلام، يتعشى وينعس يرتاح. وكان يا سيدي بخيل، كل خيرات مولانا اللي كيكسب كيخليها في الخزين، وما كياكل غير القليل، غير الشايطة. مشات ايام وجات ايام، وهذه هي عادته. القط كل صباح كيخرج من الدار، والولاد كياخدوا راحتهم في الدار، ياكلوا ويلعبوا. منين كتروح الشمس وقبل ما يرجع كيتخباو. القط ولف ريحتهم وما بقاتش كتجيه غريبة، لكن البخل ديالو كيخليه كل نهار يتفقد ويحسب الخزين، وكل نهار كيلقاه ناقص، والشك كيكبر في قلبه. واحد اليوم وقف وسط الدار وقال: خاصني ضروري نلقى شي حيلة باش نعرف شكون اللي كيسرق من الخزين. الولاد سماوه عكلاموش، وبعد ما سمعوا كلامه جلسوا كيفكروا في شي حيلة اللي تهنيهم منه ويبقاو عايشين هانيين مهنيين، خصوصا ان الخزين يعيشهم عوام وعوام مرتاحين. وفي اليوم التالي بعد ما تعشى عقلاموش ونعس يرتاح، جابوا الولاد الماكلة وحطوها حدا شوالو. صبح الصباح والدار نورات. فاق عقلاموش وهو يلقى الماكلة حدا شوالو، وقال: انا كنقلب على اللي كيسرق من الخزين، وهو انت اللي كتبات كل ليله تاكل لي في رزقي. والله ما تبقى فيك، اليوم نتهنى منك. ناض عقلاموش البخيل وشعل العافية في شوالو باش يتهنى منو يا سيادي. عند بالو هو اللي كيسرق ليه المونة من الخزين. العافية شدات فيه، وعوض الولاد ما يعاونوه كبوا عليه الزيت وخلاو حتى رجع رماد وتهناو منه. ورجعت يا سيادي الدار والخزين كلها ديالهم، عاشوا فيها هانيين ومرتاحين سنين وسنين. ومشات حكايتي من واد لواد حتى وصلت عند الجواد.